سلام الكبيدات، جبت لكم اليوم اول روتين في القناه الثانيه ديالي وبغيتكم كاملين انكم تفرجوا وديروا لي لايك باش انها تفعل ليا واخيرا. وشوفوا هذه القناه راه خاصه بلي روتين ديال الدار وكذلك التنظيم، يعني خاصه بالنساء بالدرجه الاولى. فاول حاجه هذا نهار السبت جبت خطيره ديالي من السوق، فغنبدا نستف في الثلاجه. شوفوا بغيتو انه يعني حياتك تكون منظمه، ما عمرك تخلي الحاجه ديال اليوم لغدا. الخضراجات ديريكتومون بقى يعني يدك خدامه، ما تخليش الخضره تجلس بزاف، لانه اولا ملي ما كتكونش منافسه بحال الفرايز بحال البوعويد التفاح البنان ملي كيكونوا في البلاستيك راه كيخسروا لانهم كيتنفسوا. ماندارين ماشي مشكل، جلبانه ماشي مشكل، ولكن عامه الا مول الدار جاب لك تقضيه خاصك ضروري انك يعني دوزي ديريكتومون انك تجمعها باش ما تخسرش. فاول حاجه كناخذ دوك السليلات ديال الثلاجه المنظمات، كنبدا نشوف شنو اللي خاسر وشنو اللي ما خاسرش. اول حاجه لقيت داك الاجاص ولا بوعويد شي وحيدات خاسرين، حيدهم. راه ما كيضيعوش، يعني كتعطيهم لشي واحد مسكين عنده هذا المعيز ولا شي حاجه، كتعطيها ليه كيستافد، يعني ما كيتلاش هاد الخير للضر. ثم كنعاود كنستف داك بوعويد، كناخذ الجديد كنحطو لتحت والقديم كنحطو الفوق. باش داك القديم هو الاول يتكال عاد الجديد. فكناخذو بالساشيه ديالو كنديرو في ديك الشبيكه وكنحط عليه داك القديم، ثم غندوز لافوكا ثم البنان ثم التفاح والى اخره. المهم بالنسبه لهاد المنظمات فكنت خديتهم من السوق ب5 دراهم الوحده. ف يعني عمليين بزاف في الثلاجه البنات، كينظموا بزاف وكذلك كيهزوا. بالنسبه للديسير البياس الصغار يعني بحال الفرايز ولا الاجاز ولا الماندارين الصغير فراه كيهز. بالنسبه للتفاح فتقريبا كيهز شنو نقول لكم 16 بياسه حتى ل 18 بياسه، ما كيهزش اكثر. وهذا هو العيب اللي في التفاح الا كان كبير، يعني ما كتقدريش انك تنظميه في الثلاجه. بالنسبه للافوكا فحطيت القديم في جهه والجديد في جهه، لانه ضروري داك الجديد حتى هو انه يتنفس باش انه يطيب. والا كان لافوكا جبتيه من السوق وكان خضر بزاف فحابه انك تخليه على برا، يعني تحطيه في شي شبيكه فوق الرخامه ديال الكوزينه، باش يطيب لك دغيا. الا كان في الثلاجه راه ما غيطيبش، غيبقى هكاك شهر شهرين غيتكمش ويخسر. المهم بالنسبه للشبكه الاخيره فكما قلت لكم لا الفريز ما غنديروش انا في هذه الشبكه لانه قليل، فحرام انني نضيع شبكه كامله على ود الفريز اللي هو كيتعتبر دائما مقارنه مع الديسير الاخر كيتعتبر قليل، لانه الا كثرتي كيتبجغ وكيخسر، يعني شويه بشويه كنجيبو شويه بشويه كناكلو كنعاودو نجيبو واحد اخر كناكلوه. الشبيكه الاخرى كما قلت لكم غندير فيها البنان، فغنستف الجديد كما كنقول لكم دائما، غنستف الجديد ثم القديم في الفوق. بالنسبه للناس اللي كيعرفوني اصلا في لاشين القديمه ديالي ديال سميتها بنت باب الله، فبالنسبه للناس اللي كانوا عارفيني انه كنت كندير دي روتين في ديك لاشين، ونجحوا لي صراحه ماشي ما نجحوش، لانهم هما اللي طلعوا لي لاشين الروتين محترمين وفيهم افكار ديال مولات الدار المحترمه اللي صاينه راسها وصاينه دارها وصاينه وليداتها وراجلها. ف بدلت الموضوع ديال لاشين لانه انا ما كنحملش هذا النوع ديال المحتويات، يعني نبقى معوده عليه ولا معوله عليهم. ولكن تحت طلب الناس في الفيسبوك قالوا لي فك اختي راه كنتي كتفيدينا بزاف دوك الروتينات والطبخ والافكار الخياليه ديالك جدا، فقررت ومن بعد شي عام ونص يعني والناس كيتواصلوا معايا صراحه بلا كذوب، فقررت انه ندير هاد لاشين هادي ونبقى نلونسي فيها هاد لي روتينات. والروتينات ديالي راه ماشي روتين عادي، فدائما كنجيب لكم افكار كنعطيكم نصائح في الداخل ديال الروتين، غير هو روتين هذا دابا اللي حطيت دابا اول روتين في هاد لاشين الجديده اللي لاشين سميتها بنت الناس، لانه بصح بنات الناس راه ماشي كاع الناس خايبين وماشي كاع الناس زوينين، ماشي كاع اللي كتصور ماكلتها ودارها والروتين راه خايبه، لانه كاينين بنات يلا تزوجوا ما عارفينش شنو هو انك تقابلي دارك، انك تنظمي حياتك، وانك ديري مثلا باش ما تكرفسيش باش دارك ما تكرفسش. صافي المهم كما قلت لكم بالنسبه للنعناع فكناخذ بواطه كنقطع عليه الجذور المسخين وداكشي كامل، ما كنغسلوش كنفرش ليه كلينكس ولا شي زويف نقي وكنحطو كنسد البواطه. شوفوا هاد الشبيكات هادو اللي قلت لكم البنات كيجيو زوينين بزاف وبراتيك وكيجيو مستفين، وكذلك البواطه ديال النعناع فكتكون هكا على هاد الطريقه هادي. البلاك مسكين موسخ ومعلك ولكن
ماشي معلق، المهم مغبر، ولكن غنغسلو من بعد لانه اصلا غنخلي فيه الحوت هذا النهار، يعني ما يمكنش نغسلو قبل. صافي من بعد ما ساليت خويت دو جافيل لو سانيكروا للارض، حكيته مزيان، دعكته مزيان وكررته وهكا. المهم يعني ما كاينلاش انني نطول معكم التسياق. من بعد المهم الفيديوهات الاخرين غنوريكم دي روتين كاملين، غير هو هذا غير تجريبي. بالنسبه للرخامه راه مسخره، غير هي في هذا اللون ما كتبانش. ودائما كنوصيكم انكم ما ديروش الرخام الكحل. انا في الدار الاخرى عندي الرخام الكحل وكرفصني بمعنى الكلمه، نوض فيا الشيب، اقسم لكم بالله كرفصني بزاف، لانه كون هو اللي قديت عليه الخضره غتشوفوا كيفاش غيولي حالته. هاد البيض لا، رحمه ديال الله، ومنقط بالقرونه واعر بزاف، يعني ستيل جديد. المهم كندير ديك الغبره راه كتنقي مزيان، كنديرها اساسا اصلا كدار لينوكس، وكتحيد صراحه كتحيد كاع لي طاش اللي ما كيتحيدوش من لينوكس كتحيدهم هما. وكذلك انا كنسيق به، كنغسل به الجفاجف، كنغسل به لافابويات، الروبينيات، كلشي كنقي، ومازال غتشوفوا معايا هادشي بلاشين. فكما قلت لكم مسحت الرخامه داكتها مزيان بداك البرودوي وتيتو جافيل، ما درتش جافيل عفوا، تيتو ساني كروا، ومسحتها مزيان. بالنسبه لهاد المعينات هادو حيدتهم من الماكينه البارح، من الغساله ديال البارح، ونسيتهم في هاد الشبيكه هادي ولا هاد الزمره هادي، هاد البلاطو. المهم الا هاد الكاسرونه كنت غسلتها، ما بغيتش ندخلها للماكينه لانه ما بقاتش البلاصه، فصافي بقات هكا نقطات ليا على الماعن كاملين. فغنمسح داك الزجاجه لانه يعني مازال منقطه، وهادو ديال العصاره حتى هما غنمسحوهم مزيان. صافي راه هاد العصاره براسها راه حكيتها بديك الغبره، كتلمع بزاف. ثم ديك القطعه والى اخره، وديك اللعيبات ديال البلاك اللي كنت حيدت البارح وبقاو في هذا البلاطو. المهم نسيت ما حيدتهمش، صافي ونقطوا عليهم هاد الماء هذا. صافي من بعد غنحل الماكينه اللي كنت عمرتها البارح وغنخويها، غنخرج الشبيكه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظها، يعني شحال ديال الماعن هزات، البانيو ديال العجانه والمقالي وهذا. واكبر دليل انها ما كتخرجش على الماعن هو انا درت فيها بلاستيك، درت فيها الجالوق ما نكذبش عليكم كيكحلو عادي، لانه الماء كيكون سخون بزاف، والجالوق ما كيستحملش داك السخونيه وما كيستحملش ديك البرودويات ديال الماكينه، فلهذا ما بقيتش كنديرو. بالنسبه للزاج فكينقيه بحال يلاه حليتيهم البكيه. بالنسبه للينوكس فكيخرج كيشعل البنات، كيولي بحال المرايه تبارك الله ما شاء الله. المهم غادي مازال ندير لكم روتينات بهذه الماكينه هذه ان شاء الله. بالنسبه لداك الدجاج ما ديوش عليه لانه عندي الخدامه الفوق، فكنقطو عادي، كيغسلوا الشراجم وكينقطوا ليه على هذا الشرجم هذا، فما تسوقوش، لانه مستحيل تشوفوا ضاري بهذه الحاله هذه. المهم غنخرج المعينات ديالي من الماكينه، وهذا هو الروتين البسيط ديالي ديال نهار السبت. نتمنى انه ينال اعجابكم. ما تنساوش انكم ديروا لايك وسبسكرايب للشين.